يلا بقى هنفتح مع بعض علشان نطير الحمام ونسيب الحمام الكبير اللي احنا مقصقصينه طبعا علشان ما يضيعش، وسايبين الحمام طبعا اللي هو خد على المكان وتعود على المكان، وطبعا حفظناه المكان والمعالم بتاعته. مساء الفل مساء الجمال على كل حبايبنا مشتركينا متابعينا في القناة. حبايبنا مساء الفل على كل غوات الحمام، او صباح الفل على كل غوات الحمام، الناس اللي بتتابعنا من جوه مصر ومن بره مصر، تحياتنا للجميع. طبعا انا مسكت بعض الحمام هنوريه لكم برضو كده مع بعض على السريع، وهنطلع طبعا هنسيب الحمام، هنسيبه براحته، هنسيب الحمام يطير، وفي نفس الوقت في حمام حص عندنا اهوت. اللهم صل على النبي. طبعا ده يا جماعه الغيه طبعا القديمه اللي احنا طبعا الناس اللي بتتابعنا من زمان عارفين الكلام ده، وعارفين المكان اللي احنا بنربي فيه. على اي وضع هتربي حمام على قد امكانياتك هتربي حمام برضه. وهنسيب مع بعض الحمام بفضل الله، هنسيبه يطير. هنا بقى الحمام الذكوره اللي زي الذكر اللي زي ده كده، تمام. احنا مقصقصين بعض الحمام بدل ما تنتف ريش الحمام وتأذي الحمام. لو انت خايف على الحمام بتاعك لا يضيع او حاجه، او انت حابب ان انت مش عاوز تطير وتطير جزء وتسيب جزء، طبعا انا بفضل بدل ما تنتف ريش الحمام، بدل ما تنتفه تمام على طول دايما باستمرار، قص ريش الحمام بمقص، وهتقص الريش طبعا. هحاول ان انا اوريك برضو كده. اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا انا قاصص اهو، قصينا اهوت برضو الحمام. طبعا احنا هنسيب الحمام يطلع بقى يكشف على السطح، والحمام اللي يطير يطير واللي يطلع يطلع. طبعا هنسيب كل حاجة على الطبيعة. احنا فتحنا عليهم، حبيت برضو ان انا افرجكم على الطبيعة كده الحمام للناس اللي بتسأل وعايزة الحمام يطير. طبعا احنا ما بنهشش ولا حاجة، هنسيب الحمام براحته زي ما احنا متعودين عشان الحمام ما يركنش، علشان الحمام ما يركنش. صبح وبنمسي على حبايبنا ومتابعينا في كل مكان، تحياتنا للجميع. طبعا جمعة مباركة عليكم وعلينا جميعا يا رب العالمين وعلى الأمة الإسلامية. طبعا أنا حبيت إن أنا أفرجكم على الحمام، وهنسيب الحمام براحته. إحنا هنسيب الحمام براحته، مش هنطير حاجة ولا هنعمل حاجة، هنسيبه براحته. هنسيبه براحته يطير براحته ينزل براحته، الكلام ده كله. هيطلع بقى يمشي على السطح يكشف. هنقعد كده مع بعض بقى. الحمام طبعا مقصوص، طبعا انا سايب دول في الارضيه يطلعوا على السطح كده براحتهم، وفي نفس الوقت الحمام يحفظ نفسه على المكان. لو انت خايف على الحمام بتاعك وخايف تطير، طير جزء وسيب جزء من حمامك. يعني انت يا غاوي لو جايب حمام كبير وخايف تطيره، بالنسبه للزاجل نصيحتي ليك ان الحمام الكبير لو انت فتحت له هيروح لصاحبه تاني. الحمام الكبير اللي واخد على المكان وطاير جامد مش محبوس، علشان ركز في الكلام عشان الكلام ده بحساب، والكلام ده طبعا للناس اللي هي الغواه حبايبنا المبتدئين. الحمام الكبير اللي طاير وجامد عند صاحبه هيرجع له، انما لو حمام محبوس عليه انت ممكن تكشفه وتطيره وانت عندك عادي مفيش مشكله. وركز وصحصح للكلام عشان الكلام ده هتتحاسب عليه جامد جامد لو انت ما عملتش زي ما احنا بنقول. حمامك طبعا اول حاجه هتخسرها، الحمام بتاعك هيضيع وممكن يتمسك، ممكن ما يروحش لصاحبه او يلطش او يروح لحد تاني طبعا ويقفل عليه، يبقى انت كده خسرت الحمام بتاعك. فاحنا في غنى عن الكلام ده كله، واحنا طبعا طالعين مع بعض نسيب الحمام يطلع براحته، حمام يطير. وعندنا حمام بيكشف اهوت تمام، قلب الكشافه اهي. الكشافه اهي للناس اللي يا جماعه اللي احنا عملنا كذا فيديو، عندنا يجي اكتر من 400 فيديو على القناه. الناس اللي بتسال على الكشافه، الكشافه اهي يا جماعه برضو عشان تبقوا عارفين، او قفص فوق زي اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا وعندنا الشباك السلك اهو، حمام واقف برضو بيكشف فيه. اي حاجه سلك خارجه عن المكان اللي انت بتربي فيه، اي حاجه خارجه عن المكان اللي انت بتربي فيه تمام.
حمام هناك اهوت تحت السلم هناك اهو. سيبه بقى اللي يلقط ياكل يحدق براحته. الحمام بدأ يطلع اهو. تمام، الحمام بدأ يطلع. طبعا احنا بنصور الوقت يعني عز الحر، عز الحر، يعني احنا بعد الظهر بعد صلاة الجمعة تقريبا اهوت يعني. بس الشمس حامية قوي دلوقتي. الحمام يطلع في الشمس، لازم الشمس طبعا الحمام يطلع في الشمس زي ما انتم شايفين كده. الحمام بقى يطلع، عاوز تطيرهم تطيرهم، عاوز تسيبهم براحتهم تسيبهم. بالنسبة للحمام اللي مقصوص، الحمام المقصوص ده سيبه براحته كده، سيبه براحته، سيبه يطلع ويخش زي ما احنا بنعمل كده. احنا بنسيب الحمام اهو. الحمام اللي طاير اللي بيطير ده الحمام اللي بيطير، والحمام اللي ما بيطيرش. الهدف من الفيديو ان انا اوعيك وبنصحك، ودايما بقول لك باستمرار اعمل زي ما احنا بنعمل كده. خايف على حاجه تضيع منك الصهر، عاوز تسيب حمام في الارضيه وطير حمام برضو عادي مفيش مشكله، سواء انت عندك برج او عندك غيه او عندك اي حاجه. دي انتايه بسم الله ما شاء الله، مقصوصه متدبله اهيت. تمام، الدكوره دخلت جوه اهي زي ما انتم شايفين كده. قلنا نطلع نفك الحمام بتاعنا والحمام يطير والحمام يطلع بره زي ما انتم شايفين كده. حاول بقدر الامكان ان احنا برضه سيبه براحته، سيب الحمام براحته يخش يطلع، متقعدش تجري ورا الحمام ولا تهش في الحمام ولا الكلام ده كله، سيبه براحته. ادي الشبابيات يا جماعه، الشبابيات الشبابيات الشبابيات. دي الشبابيات بتاعتنا ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تشرف، حاجه تشرف. قلت انا عايزين يطيروا. سيب بقى نطلع الحمام اللي مقصوص كله بره، نطلع الحمام اللي مقصوص كله بره. ايه رايكم؟ يلا يلا نطلع الحمام اللي مقصوص كله بره. اقول لكم بقى كده، الحمام اهو. يلا نطلعه كده مع بعض، اللي مقصوص واللي كده سيبهم بقى يطلعوا كده في الشمس. طلعهم في الشمس بره. حمام محصي اهوت. طبعا هننضف بقى الغيه وننضف الحته دي كلها النهارده. اغلبيه الحمام يعني انا عندي النص بالظبط دلوقتي، النص قصيته طبعا سايبه بقى براحته، قصيته طبعا علشان الحمام اللي بيلطش والحمام اللي بيضيع. فاحنا على الحصى ده ملناش دعوه بيه، اللي راقد على الحصى ملناش دعوه بيه. تمام، اللي راقد على الحصى ملناش دعوه بيه. يطلع يلا. اللي راقد على الحصى ده ملناش دعوه بيه. تمام. بسم الله ما شاء الله، حمام يعني حمام. طبعا الميه ديت هنغيرها دلوقتي مش مظبطه. زي ما انتم شايفين كده. قلنا نطلعهم اهو في الشمس، قلنا نطلعهم في الشمس علشان برضه الحمام يفك نفسه. نفتح عليهم، سيبهم براحتهم، سيبهم براحتهم.
سيبهم بقى براحتهم كده زي ما انتم شايفين. انا قاعد في قلب الغيه وسايب الحمام بره. سيب الحمام بتاعك يتمشى، ما تخافش عليه. سيب الحمام بتاعك يتمشى على السطح وفي نفس الوقت يفك نفسه والحمام يطير. والحمام المقصوص اللي انت خايف عليه تطيره سيبه يطلع طبعا، يحدق يمشي في الشمس، الشمس تشوفه الكلام ده كله. طبعا الشمس اما تشوفه ده جميل جدا ومهم جدا للحمام، علشان الفترة اللي احنا فيها دي طبعا الجو بيبرد بالليل والكلام ده كله، فلازم الشمس تخش المكان عندك. والحمام بتاعك اهو شايفين يا جماعة. موسم ان شاء الله يبقى موسم حلو باذن الله، موسم فرخ قوي باذن الله. دعواتكم لنا بالتوفيق والبركة ان شاء الله. انا بقى اخش انا بقى من الحر، اخش انا بقى من الحر جوه واسيبهم هم بره. ايه رأيكم؟ الهدف من الفيديو ان انا بقول لك سيب الحمام بتاعك يحدق، سيب الحمام بتاعك يطير، سيب الحمام المقصوص على السطح ما تخافش عليه، او في الغيه بتاعتك او في ارضيه الغيه بتاعتك يمشي زي ما انتم شايفين كده. حمام اهوت بيدلع نفسه ويمشي كده، بص مع نفسه يا باشا. ده الزوم اهوت، برضو نقرب لك المسافات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو حمام بدأ اهوت. حمام عاوز يقوم. الحمام ده لو رجله كامل دلوقتي مش هيقعد. حمام ده لو رجله كامل مش هيقعد. حمام اللي واخد على المكان هيجي، حمام اللي واخد على المكان هيجي. الحمام اللي ما طارش قبل كده هيضيع، هيلطش، هيروح منك، هينزل على اي غيه تانية. في نفس الوقت انت هيتقفل عليه، فانت في غنى عن الكلام ده كله. طبعا العلف غالي، مفيش حاجه رخيصه في الغيه، الادويه غاليه، الكلام ده كله، ده غير تعبك وجهدك وكل الكلام ده كله. طبعا انت ما تروحش تضيعه كده وخلاص لاي حد طبعا تاني يكون عدم الضمير يمسك الحمام بتاعك ويقفل عليه طبعا وياخد الحمام يبيعه. طبعا حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يمسك حمام مش بتاعه او اي طير نازل على الغيه بتاعته ومش ملكه. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا في ناس محترمه جدا. دي النتايه دي قعدت اسبوع بره ورجعت. النتايه دي قعدت اسبوع بره ورجعت. النتايه دي ما نفهمش بقى كم مقفول عليها، راحت فين، الكلام ده كله. المهم هي رجعت بفضل الله، قعدت بره اسبوع ورجعت. مفيش حاجه على الظهر فوق. فك حمامك وخلي حمامك يطير، وخلي حمامك حتى لو انت حابسه سيبه برضه يطلع في ارضيه على السطح. لو انت عندك غيه سيبه في الارضيه، ما ادينتكش قافل على الحمام على طول. لازم انت تفك الحمام بتاعك، حتى الحمام اللي في قلب الحباسات والاقفاص. لو انت محبس في عيون حاول ان انت كل فتره تسيب الحمام ينزل على الارضيه، تسيب الحمام ينزل على الارضيه. ليه؟ لحاجات كتير قوي، عشان رجلين فرد الحمام، علشان صحه فرد الحمام، علشان الحمام يفك عضلاته طبعا. تمام، ايا كان نوع الحمام انت محبسه حاول كل فتره انك تسيب الحمام في الارضيه. يعني لو انت عندك حباسات او سلكات وحابس الحمام فيهم حاول بقدر الامكان انك تسيب الحمام في الارضيه بتاعت المكان اللي انت بتربي فيه. اهو انتوا يا جماعه شايفين بعض الحمام. اهو انت هتقول لي الحمام بياكل ايه دلوقتي؟ هو بياكل طبعا تحديق، بياكل رمل، بياكل طوب، الكلام ده كله. انت بتسيبه براحته زي ما انتوا شايفين كده. هو في عناصر لازم يطلع ياكلها بره، في عناصر لازم يطلع ياكلها بره. ما انتم شايفين كده، سايبينهم براحتهم، احنا سايبينهم براحتهم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام.
اهو في حمام بيجري دخل هناك اهو، هناك اهو. احنا بقى النهارده عاملين فريش كده للحمام، ان هو يطير، ان هو يمشي على السطح. طبعا يوم الجمعة طبعا سايبين الحمام كده براحته. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اللي هيخش يخش واللي هيطلع هيطلع. طبعا انا حطيت لهم قش على الظهر اهوت عشان الشتاء، لان طبعا العشه دي بتبقى تغرق في الشتاء. رفعت بالة قش هناك اهي واضحه هناك اهي جنب القفص، واللي هناك دوت فرد حمام طبعا بنكشفه. اللي في قلب القفص، اللي في قلب القفص ده بنكشفه. الدكورة بدأت تشطح النوتيا اهي تجري وراها، طبعا عشان ده موسم انتاج بفضل الله. الحمام يبدأ بقى يحصي، والحمام يبدأ يلم قش ويعمل العش بتاعه. طبعا ربنا يرزقنا جميعا. طبعا احنا قاعدين دلوقتي معاهم عندنا على السطح، فتحنا لهم يطيرهم. ذكر امن على الحصى هناك اهو من على البيض، قام يطلع برضه اهوت لما شاف الحمام طالع، امن على الحصى اهوت والنتايه هتخش. حمام هناك بكشف اهو، حمام بكشف. طبعا احنا كده بنطير الحمام اللي واخد على المكان، والحمام اللي مش واخد على المكان احنا برضه سايبينه اهوت على السطح يطلع يلف على السطح. الكلام ده كله حمام اهو يا جماعه بيحدق. الناس اللي بتقول تحديق يعني ايه، طبعا دي عناصر متكامله للحمام، كالسيوم، الفيتامينات، الحاجات الطبيعيه، الحاجات دي كلها هو طبعا بيطلع يدور على الحاجات دي بنفسه. انت لو مش قادر توفرها له في التحديق، انك تشتري تحديق والكلام ده كله، او في فيتامينات والكالسيوم والكلام ده كله، انت سيب الطير يطلع يسترزق، سيب الطير يطلع يسترزق، ما تحبسوش وتعدمه العافيه، وكمان ما تدلوش تحديق ولا الكلام ده كله. حاول انك تسيب الطير يطلع يلقط عيشه، يلقط اكل عيشه. ايوه يلقط اكل عيشه، مش تحبسه وما تعلفوش. تقول لي العلف غالي، في نفس الوقت ما تجيبلوش تحديق او تحط له صدف او تعمل له اي حاجه من الحاجات دي كلها. لا، سيبه يطير وسيبه براحته، حتى لو انت ما بتطيرش والكلام ده كله. حاول ان انت برضو بقدر الامكان انك ايه تعمل الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي، تسيب الحمام براحته. طبعا ربنا كرمنا دلوقتي واحد اهوت ماسك صاروخ، طبعا عمال بقطع، ولا نعرف نصور بالليل ولا بالنهار، بس طبعا دي غيه هنصور في اي وقت، ومش عشان لازم نطلع ان احنا نصور الفيديوهات بتاعتنا في اي وقت. طبعا بقى تلاقي واحد بينده على طماطم وبصل، وواحد ماسك ايه صاروخ عمال يقطع والكلام ده كله. تلاقي مواهب بقى، بتلاقي مواهب يعني ما شاء الله، مواهب موجوده. هذا الحمام بتاعنا. لازما الازعاج موجود، لازما الازعاج موجود في الشوارع وحواليك وهنا وهنا، موجود لابد منه. بس هنعمل ايه يعني، هنطفش؟ اهو انت بقى لو بتكشف حمام وفاتح له دلوقتي على الصوت ده كده، فرد الحمام هيخاف ما عادش جاي. يعني لو انت بتكشف حمام خد بالك وبتفتح له اول يوم طيران، ركز في الحته دي. الازعاج ده بيضيع الحمام، الازعاج بيضيع الحمام. لو انت بتطير الحمام بتاعك ما تزعجش الطيور بتاعتك. يعني انت اليوم اللي تيجي تطير فيه حاول ان يكون ما فيش جنب منك نجارين، ما فيش حد بيبني، ما فيش حد بيصب، ما فيش حد بيعمل اي حاجه من الحاجات دي كلها. ما فيش واحد زي اللي شغال تحت دوت دلوقتي ماسك الصاروخ وعمال يقطع، تمام، وانت تيجي تطير الحمامتين بتوعك اللي انت صارف عليهم دم قلبك وطبعا مضيع فلوسك كلها عليهم. يجي طبعا يوم مشغل صاروخ يقطع حديد ولا يعمل حاجه من الحاجات ديت، ويجي عندك الحمام بتاعك يوم ايه، يوم ضايع، هيضيع على طول. ما هو الفرد الحمام هيجي يقوم على الظهر على العشه هنا او هنا، هيسمع صوت زي ده كده يقول لك ايه
يوم ضايع على طول. فاتعلم من الحاجات دي، احنا بنكلمك بكل بساطه اهوت، والحاجات دي كلها صدقني هتحفظك على المكان وتحفظك على الغيه بتاعتك. تمام، اللي هو تعويد الطيور على المكان، عدم الازعاج زي ما انتم سامعين كده. الازعاج اللي شغال ده الله ينور، ربنا يصلحها له ويبارك فيه، عمال بيخرب اهو، مفهمش عمال بكسر في ايه ولا بيخرب في ايه. ادي الصداع بالليل وبالنهار، صداع بالليل وبالنهار. اهو الحمام بتاعنا يا جماعه سايبينه براحتنا خالص، سايبينه براحته خالص، والمقصوص عاوز يطير. عاوز يطير. طبعا قصقصته، انا عملت معاه الصح وقصقصته. لو نتفت ريش الحمام طبعا بيأذي الحمام، هو حلو وكل حاجه لو مره كل فتره كبيره تغير دم الحمام مفيش مشكله، وريش جديد والطير بيبقى كويس وكل حاجه، انما مش على طول تقعد تنتف ريش الحمام. قلنا كده نطلع نصور لكم الفيديو لحبايبنا طبعا، والناس اللي طالبه مننا ان احنا نسيب الحمام، عايزين نشوف الحمام طبعا بتاعنا. الحمام بتاعنا اهو، انت يا اهو الحمام اللي ريشه الطويل يبدا يقوم اهو، حمام اللي ريشه طويل يبدا يقوم. طبعا بقالنا كام يوم ما عملناش فيديوهات، وقلنا برضو ايه نعمل فيديو حلو كده للناس اللي طالبه مننا ان احنا نصور لهم الحمام بتاعنا اللي في المكان دوت. فرد محبوس هناك اهو، طبعا ده بيكشف. يعني جنب الحمام اهو. شوف الحمام طالما ما هوش خايف، حمام طالما ما هوش خايف منك وعارفك خلاص، انما تقعد تجري وراه وتفزعه بلاش، ونصيحتي بلاش. حمام بدأ بقى، هو في حمام حصى وفي حمام راقد على الحصى. طبعا ده موسم، طبعا موسم فرخ. قلنا نسيب الحمام المقصوص ونسيب الحمام اللي بيطير، سيب الحمام المقصوص والحمام اللي بيطير. يطلعوا طبعا يلفهم. انا اللي قاصد النهارده ان انا اسيب الحمام يطلع زي ما انتم شايفين بره كده، وفي نفس الوقت يطلع في الشمس، يطلع في الشمس. دلع حمامك كده ومتع حمامك، ما اديناتكش قافل على الحمام بتاعك على طول. والهدف من الفيديو ان انا بقول لك سيب الحمام يطلع يحدق براحته، سيب الحمام الشمس تشوفه. حاول بقدر الامكان لو انت عندك مكان محكوم مثلا والشمس ما بتدخلكش، او انت بتربى في دور ارضي او الكلام ده كله، حاول انك تحط الحمام بتاعك في قفص تطلعهم في الشمس وتسيبهم براحتهم. لو انت بتطير الحمام بتاعك الجو حلو سيبه، افتح له برضه مفيش مشكله. لو انت خايف على الحمام بتاعك قص الحمام زي ما احنا قصينا الحمام كده، الذكوره والنوتي. نص الحمام طيرناه والنص التاني طبعا سيبناه براحته اهو. شايفين هناك اهوت الفرد الحمام عاوز يطير، بس طبعا مقصوص ريشه. انا بفضل قص ريش الحمام افضل من النتف ده بالنسبه لو انت عاوز تسيب الحمام بتاعك فتره طويله ما يطيرش. قص ريش الحمام، القص افضل من النتف. بس خد بالك من المعلومه علشان الكلام ده انا قلته قبل كده عشان الناس ما تفهمش غلط. نتف ريش الحمام هو حلو في حاله واحده، لو انت عاوز تغير ريش الحمام، عاوز تغير دم للحمام. لو انت عندك طير لا قدر الله تعبان او حاجه، طبعا انت بتديله العلاج بتاعه وبتنتف الريش بتاعه برضه. ده الكلام ده علشان يغير الدم بتاعه، وفي نفس الوقت يبقى انت
بتدي طبعا طاقة وحيوية للفرد بحاجات بسيطة وبحاجات طبيعية جدا. حاول بقدر الامكان ان طبعا انت لما بتنتف الريش بيبقى يطلع في دم كده مكان الريش، تمام، في جناح الفرد. فانا ما بفضلش لو انت هتطول في تكشيف الحمام او تعويده او مثلا عاوز تسيبه فترة ما يطيرش، قصه افضل. انما لو انت الحمام بتاعك عاوز تغير ريشه وفي نفس الوقت عاوز تغير دم فرد الحمام، انت في الريش وانت في الديل، ده في الايام اللي احنا فيها ديت. بس انا طبعا في ناس هتقول لك الحمام مش هيحصي، ايوه ممكن الحمام ممكن يركن ما يحصيش، بس انا يعني نصيحتي في الايام دي بلاش، يعني نصيحتي في الايام دي بلاش، علشان حتى الحمام بتاعك لو هيشتغل ما تجهدوش. فطبعا هيجدد الريش بتاعه وبغير دم بتاعه، فطبعا الحمام لو هيحصي ممكن يقعد له 10 15 يوم كمان على ما يبدا طبعا ايه الحمام بتاعه يبدا كده ايه الريش يبدا يطلع اللي هو الريش الجديد. فطبعا تكوينه والكلام ده كله طبعا بيغير دم الحمام. فطبعا الفرد الحمام لو هو ناوي يحصي، طبعا انت الوقت كده دخلته في مجال تاني، انما هو هيبيض. علشان الناس اللي بتقول لك ان انت لو نتفت الحمام مش هيبيض، لا الحمام هيبيض وكل حاجه، بس هو ممكن يقعد له 10 15 يوم ولا حاجه يتاخرهم على ما يرجع تاني يلم نفسه ويبدا تاني ايه ان هو هيكون عنقود البيض بتاعه، لان انت طبعا بيجدد ريش وطبعا الحمام طالع من فتره قلش. فبلاش، نصيحتي ليك بلاش تنتف ريش الحمام في الايام اللي احنا فيها ديت. قص زي ما احنا قصين ريش الحمام زي ما احنا عاملين كده. في حمام اهوت بسم الله ما شاء الله، خلاص كده خلاص بالفعل هيبدا بقى يشتغل، وفي حمام اشتغل فعلا، وفي حمام طلع زغاليل فعلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني حاجه تفتح النفس، قعدتك في غيتك بالدنيا كلها احسن من اي فلوس. في حمام هناك اهوت، تمام، في حمام اهوت. الراجل اللي كان بقطع مش عارف بقى خلص ولا لا، مش عارفين خلص ولا لا. لا لسه ما خلصش، مصمم ان هو يزعجنا برضه. حمام هناك اهوت بعد ما كان خلاص هيكسروا بعض، فطبعا علشان يبيضهم ويبداوا بقى يلم العش بتاعهم ويبداوا بقى طبعا الحياه بتاعتهم والعش الجميل. طبعا ربنا كرم واحد اهوت ما شاء الله، يعني ربنا يبارك فيه، واحد جارنا هنا من الجيران المحترمه يعني ايه زي ما انتم شايفين كده وسامعين. تعالى بقى نشوف بقى الاتنين الحلوين اللي هناك دول، نعمل عليهم زوم كده. الاتنين الحلوين اللي هناك دول كده حكم ان انا قاعد في قلب العشه القديمه دلوقتي. خلاص اهو الحمام بقى يبدا ايه فتره التزاوج بقى بدات، يعني يبداوا بقى يعملوا العش بتاعهم، عش الزوجيه بتاعهم. ايوه ما تستغربش، عش الزوجيه بتاعهم. الحمام مقصوص اهو بيكسر يا جماعه، عشان الناس اللي بتقول ما الحمام ما بيعرفش يطلع على النتايه ويكسرها والكلام ده كله. قص بس، قص ريش الحمام بعقل، قص ريش الحمام بعقل، قص ريش الحمام بعقل، وبلاش نتف ريش الحمام في الفتره دي بالذات، تمام. احنا بننصح بنقول الفترات اللي يتعمل فيها كذا يتعمل، واللي يتعمل فيها كذا برضو يتعمل، تمام. علشان انت حاول بقدر الامكان تخليك ناصح علشان الحمام بتاعك يشتغل. حاول انك تخليك ناصح علشان الحمام بتاعك يشتغل، ما يبقاش انت سبب من اسباب طبعا تبطيء انتاج الحمام، وفي نفس الوقت يبقى انت سبب طبعا من تأخيرك على الانتاج والفرخ والكلام ده كله. لو انت ايدك مع الحمام دايما باستمرار، ايدك وعينك ودماغك شغالين دايما زي ما احنا بنقول باستمرار، حاول بقدر الامكان انك تخليك ناصح في غيتك، تمام. في حمام اهوت، حمام عاوز يخش، الحمام ده عاوز يخش، الحمام ده بيعمل عش على فكرة.
شايفاني بصور الشباك، عايزه تخش من الباب. عاوزه تخش من هنا، فاحنا سايبينهم براحتهم. كل اتجاه الراجل ده بيصور. لا مش عايزه تخش. اه اه حمام عاوز يخش دلوقتي. طبعا قلنا نعمل الفيديو ده لحبايبنا ومتابعينا ومشتركينا، طبعا الناس اللي بيحبونا وبيحبوا لنا طبعا الخير، والناس اللي بتدعمنا دايما موجودين معانا دايما بلايكاتكم الجميله. لو انت اول مره تشوفنا دلوقتي ما تنساش تعمل لنا اللايك الجميل بتاعك، ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه بتاعتنا بنتشرف بوجودك في القناه، التعليق بتاعك الجميل، علشان طبعا ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وحصري لو انت عجبك المحتوى بتاعنا. وبكده طبعا مش عايزين نطول عليكم اكتر من كده. لكل حبايبنا ومتابعينا وعشاق الحمام وعشاق الحمام الزاجل، علم وفن نمبر 1، وتحياتنا للجميع وكل ما يخص تربية الحمام وأنواع الحمام وأتواب الحمام والمشاكل اللي بتقابلك في غية الحمام. لو قابلتك مشكلة اكتب لنا في التعليقات، هنرد عليك، هنقول لك تعمل معاها ايه. مش هنغرمك حاجة، وفي نفس الوقت مش هتصرف كتير. سيب الحاجات اللي عندك، يعني حاول بقدر الإمكان إنك تخلي طيورك دايما زي ما انتوا شايفين كده. مفيش حاجة صعبة، مفيش حاجة مستحيلة، مفيش حاجة هتوقفك ولا حاجة هتحبطك إن شاء الله. ومهما العلف غلى ومهما الكلفة زادت ومهما الأدوية زادت والكلام ده كله، الغاوي هيفضل غاوي وهيربي طيور وهيربي أحسن طيور بالطبيعة. وزي ما انتوا شايفين كده بالطبيعة بسم الله ما شاء الله، مفيش أحسن من كده. بس حاول بقدر الإمكان إنك تخليك منظم في كلفتك، في المية بتاعة الحمام، في تغيير المية، في الحاجات الأساسية اللي احنا دايما بنقولها، في التهوية. وبالليل عندك الجو لما يكون برد حاول بقدر الإمكان إنك تعمل زي ما أنا بقول لك كده بالظبط، تحافظ على الطيور بتاعتك وتقفل الفتحات بتاعت التهوية. الفيديو ده شامل لكل حبايبنا وكل غوات الحمام وكل متابعينا في كل مكان. أنا حبيت إن أنا أوضح لكم كل حاجة على الطبيعة، وفي نفس الوقت سيب حمامك بطبيعته، سيب حمامك بطبيعته في الشمس، في طبعا الهواء الجميل. الجو عندك حلو، سيب الحمام بتاعك زي ما احنا سايبينه كده النهارده هو في يوم الجمعة سايبينه. وسايبين الحمام زي ما انتوا شايفين كده يطير براحته، والحمام المقصوص يمشي براحته، الحمام يفك نفسه، الحمام الشمس تشوفه، الحمام مثلا لو عاوز او زي ما انتوا شايفين كده في الشمس اهوت. لازما يبقى عندك الحاجات ديت، حاجات بسيطة، حاجات سهلة جدا، مفيش حاجة صعبة، مفيش حاجة مستحيلة. بس انت ما تصعبش على نفسك الامور، لان طبعا دي غية، وطبعا غية جميلة جدا. وانت لو حابب تعمل مشروع حمام برضه هنقول لك تعمله ازاي وتربي ايه والكلام ده كله. اكتب لنا في التعليقات، كل حاجة حلوة جدا، كل حاجة منتجة، كل حاجة ربنا بيرضيك منها طبعا. ولو انت حابب انك تبيع او تتاجر في الحمام مش عيب ولا حرام. غاوي حمام برضه مش عيب ولا حرام ولا اي حاجة، طالما ماشي بما يرضي الله في البيع والشراء ربنا هيرضيك وهتبقى احسن واحد ان شاء الله، طول ما انت نيتك حلوة ونيتك خير وما بتضحكش على حد. وفي نفس الوقت خليك صريح مع الناس وخليك امين مع كل واحد انت بتبيع له طيور. ونصيحتي ورسالتي للناس اللي طبعا بتبيع طيور، حاول تخليك صريح وامين مع الناس. ولو قابلتك اي مشكلة او اي حاجة في الطيور اللي عندك او اي حاجة فيها عيب بلاش انك تبيعها، او على الاقل حتى تقول لصاحبها حب ان هو ياخدها ماشي، ما حبش ان هو ياخدها برضه عادي ماشي مفيش مشكلة. اهم حاجة انت تخليك صريح وامين مع الشخص اللي انت بتبيع له حمام. خليك امين وصريح مع الشخص اللي انت بتبيع له الحمام، تمام؟ لان طبعا الصراحة والامانة مفيش احسن منها. ما تقوليش بقى ولا فلوس ولا انا عشان اعرف ابيع او الكلام ده كله. لو انت عندك حمامة تعبانة ما تبيعهاش، عندك حمامة بتروق، عندك ذكر بيروق، الكلام ده كله خليك صريح وامين مع الناس، صدقني ربنا هيرضيك. وامشي بما يرضي الله. والغية بتاعتنا يا جماعة غية حب وتعارف طبعا وغية سلام، وتحياتنا لكل غوات الحمام في كل مكان.
وطبعا مش عايزين نطول عليكم اكتر من كده، لكل عشاق الحمام ولكل حبايبنا ومتابعينا في كل مكان. زي ما انتم شايفين كده سيبنا الطيور براحتها. الحمام طبعا بيبدأ بقى يفك نفسه. الحمام بيبدأ طبعا فترة تزاوج يبدأ يكسر الذكر، يبدأ يكسر النتاية. الحمام يبدأ يلم بقى العش بتاعه، يبدأ يجهز للعش بتاعه. وفي حمام حصة، في حمام طلع زغاليل. طبعا مش كل الحمام كله بيجي مع بعضه. ورسالتي طبعا يا ريت تكون وصلت لكل حبايبنا، ومهم جدا وبأكد عليها للمرة، يعني للمرة الألف، علشان برضو الناس اللي هي بتنتف ريش الحمام. انا قلتها برضو كذا مرة، حاول انك ما تنتفش ريش الحمام في الفترة ديت بالذات، وان شاء الله الحمام بتاعك هينتج. الحمام بتاعك هيطلع احلى زغاليل في الدنيا، طول ما انت ايدك ودماغك وعينك طبعا شغال مع الحمام. انا بعد ما سبت الحمام يا جماعه، انا حبيت ان انا اصور لكم كل حاجه على الطبيعه. ادي جوز تانيين اهوت، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمام بيكسر بعضها. التزاوج، فتره التزاوج الحمام لما بيطلع في الشمس طبعا يا جماعه بيبقى في حيويه وفي طاقه. الحمام بيشتغل، الحمام يبدا يشتغل تمام. ما تقفلش على حمامك ودنيتك حابسه على طول وتقول لي الحمام بتاعك ما بيحصش ليه او بيروق ليه والكلام ده كله. سيب زي ما احنا بنسيب كده، سيب على الطبيعه كده، وسيبك بقى من طبعا الحاجات اللي هي فيها زيادات في الكلام والكلام ده كله. خلي كل حاجتك على الطبيعه، صدقني الحمام بتاعك هينتج ويبقى عندك احلى حاجه في الدنيا. وطبعا الفيديو بتاعنا كده، يعني انا كل ما اقول ان انا اخلص الفيديو حابب ان انا اتكلم مع اخواتنا وحبايبنا ومتابعينا، الناس اللي بتتابعنا طبعا في القناه بتاعتنا المتواضعه، كل ما يخص تربيه الحمام والطيور بصفه عامه. وفي حاجه برضو في الفيديو ده حابب ان انا اقولها، الناس اللي بتشتكي دايما، هنعمل فيديو الحلقه اللي جايه ان شاء الله عنه، الناس اللي بتشتكي ان الحمام بيقوم من على الحصى والحصى بيكون عمران، هنعمل عنه فيديو ان شاء الله الحلقه الجايه. انتظرونا في كل جديد وحصري، وحلكم معانا بفضل الله وبحاجات بسيطه جدا. تابعونا على قناتكم المتواضعه الحمام الزاجل علم وفن نمبر 1. تحياتنا للجميع، وبنتشرف طبعا بالناس المحترمه اخواتنا في كل مكان سواء جوه مصر او بره مصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.